بالوصافة وتضييق الخناق على منافسه. يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني ب28 نقطة بفارق 3 نقاط خلف النصر المتصدر. ويأمل الفريق الأخضر بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس إلى إنهاء الدور الأول من البطولة دون خسارة، وهو بلا شك قادر على ذلك في ظل امتلاكه لعناصر محلية وأجنبية مميزة في كافة المراكز. في المقابل يسعى الاتحاد إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 5 مراحل. يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس ب22 نقطة، ويتطلع بقيادة مدربه الروماني فيكتور بيتوركا إلى كسر حاجز النحس وتصحيح المسار على حساب الغريم التقليدي قبل فترة من التوقف التي ستشهد تغييرات في صفوفه، خصوصا على مستوى اللاعبين الأجانب الذين أبدى المدرب عدم قناعته في إمكانياتهم باستثناء البرازيلي ماركينيو.